النهارده زين كان عامل قلبان جامد جدا في سموحه وكل فروعه بصراحه، عشان النهارده كان عيد ميلاد الفرع وكان عامل خصم 50%. كان في زحمه جامده جدا. هو الفرع ده فرع اللي في سموحه، ده الفرع من جوه. هو في دور فوق، لو كان في ناس بتقعد فوق تطلب اوردر. ده الايس كريم، عنده ايس كريم كذا فليفر. دي المشروبات كانت حلوه قوي، بس طبعا في يوم العرض كان صعب قوي المشروبات لان كان عليها زحمه جامده جدا، بتقف كتير قوي عشان تطلب المشروبات. في بقى دي الصاله اللي فوق، وكانت صاله صغيره يعني مش كبيره قوي، كان حجمها صغير بس كانت لذيذه بصراحه، ما كانتش وحشه. نيجي بقى للاوردر بتاعنا. احنا طلبنا هنا رز لبن عليه كيت كات واوريو، وكان فيه القنبله، وكان فيه شجره المانجا. اقول لكم كل حاجه بالتفصيل. ده اول حاجه، ده الرز القنبله كان عامل 65. ده عباره عن رز عليه ميكس فاكهه ومكسرات. بصوا زي ما انتم شايفين، فيه مانجا وكان فيه موز وكان فيه مكسرات، كان طعمه حلو قوي بصراحه. ده بقى حاجه تانية، ده عباره عن رز بلبن وكان عليه فواكه وكان عليه كمان بولة ايس كريم، وده كان عامل 55. كان طعمه حلو قوي. في ده بقى اختراع جامد جدا، وده بسكوتة جواها رز بلبن وعليها نوتيلا ومكسرات، وده كان عامل 70 جنيه. كان اختراع جامد قوي بصراحة، يعني بسكوتة وجواها رز تحفة. ده رز بلبن عليه اوريو وكيتكات او كندر، بس ده كان الكيتكات، ده عامل 60. دي بقى شجرة المانجا كانت تحفة بصراحة وعاملة 45. طبعا زين عنده اكتر من فرع، عنده فرع في بحري وعنده فرع في محطة الرمل وعنده كمان فرع في لوران على البحر، وعنده فرع اللي احنا بنصور منه دلوقتي هو فرع سموحة امام بوابة سموحة الرئيسية، بوابة النادي. وده المنيو بتاعه برضو لو حابين تتعرفوا على اسعاره والاصناف العامة. بس وبكده انتهى الفيديو بتاعنا معكم النهاردة. باي باي.